انا نفسي مخنوق والله العظيم، بدخل واستحي علشان ادخل محل وادخل اجيب منه حاجه. ازاز الزيت مش عارف لمس بكام يا ابو زي 200 جنيه، ها 180 جايبينها النهارده، اللي كانت بتيجي ب 60 او 70 جنيه او حاجه و90 يوم ما غلت خالص، يعني الضعف ومرتبات الناس واحده. فالناس مخنوقه، الناس مخنوقه خنقه، يعني خنقه. الصوره واصله للرئيس كده، احساسه بالناس اللي موجودين كده. طب احنا نعمل ايه من الناحيه الشرعيه بقى؟ ما انا بكلمك اهو، انا من الناحيه الشرعيه اعمل ايه؟ ما فيش قدامي خيار. اتورطت البلد في المساله دي. زي ما انت عايزها تبقى على طول في كل وقت الخير موجود وكل حاجه موجوده وكل حاجه رخيصه، جه وقت يبقى غلا نتحمل، ولا تبقى الامور غير منضبطه والناس من خلقتها تنزل مش عارفه اتجاهاتها فين. احنا عايزين مش عارف ايه وبتاع. الحمد لله لسه فيه اكل وشرب حتى ولو تمرات. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع تمرات. الموقف الشرعي ان انت ما تخرجش على ولي امرك بسبب طعام او شراب ابدا، لان الفتن اللي هتترتب والمشاكل اللي هتترتب على كده اسوأ من الحالة اللي احنا فيها. الناس لو نزلت في الشوارع وقت يلا طبعا هيتدخلوا وهتحصل مشاكل وهيفرضوا القضية والناس متضايقة. احساس الناس برئيس البلد وسعيه، والله هذا اللي حصل، هنعمل ايه؟ الحالة غلاء لك في كل مكان، بس ايه الداعي ان احنا نوصل كده ان كان الخير موجود عندنا عشان نرضي صندوق النقد ونرضي الجماعة اللي قاعدين ياكلونا بالدولار والبتاع ده؟ والله دي حرية، هم بقى طبعا هيتسألوا على الكلام ده. لكن انا بقول لك انا نفسي شفت العذاب، والعذاب اشكال والوان دلوقتي في مسألة الايجار. ما احنا لسه 10 ايام ومطلوب مننا يجي 600,000 جنيه، هنجيبهم منين الحتة دول؟ وبعدين ما فيش انفراجة علشان واحد يساعدك فيها. اللي كان بيدفع مثلا 20,000 جنيه مساهمة في ايجار يوم ولا حاجة، اخد بالك ازاي؟ المطلوب يدفع دلوقتي 40. يعني مش عارف اقول لكم ايه يا اخوانا. انا بقول لهم انا بالنسبه لي انا مخنوق، بس بنقول لا حول ولا قوه الا بالله، ونرد الامر ربنا سبحانه وتعالى، ونقول رب يعدي البلد على خير. وزي ما مرت ايام ومشاكل على البلد وعلى الجيش وعلى اولادنا اللي ماتوا وغيرهم، الحمد لله على كل حال هتعدي بلدنا باذن الله تعالى. وليس من حقك ان تقول لا الحكومه تمشي ويجي حد تاني، ده مش من حق اي واحد انه يقول الكلام ده خالص. مسألة ان هو رجل في يده المسؤولية والشوكة الممثلة في الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، طالما بتسمع له وتطيع احنا معاهم في المعروف، مش مطلقا برضه. انا بقولها واضحة اهو، هقول اكتر من كده عشان يقول لك لا انت بتنافق السيسي وما تنافقش السيسي. لا انا بقى يا اخي كده، ولازم اكلم الناس على ان هم يقفوا مع بلدهم ويكون البلد ايد واحده، ويكونوا نفسهم بحميه وتلقائيه في الدفاع ضد اي معتدي. طب هم مكرونا لغايه ما وقعونا في الوضع المحرج ده. يتوقف المشروعات كلها وتوقف كل حاجه، يتموتوا من الجوع. فالناس دلوقتي وصلت لحاله صعبه جدا، تايهه. يا دوب الراجل النهارده بيقولوا احنا بنشتري سمك، بالذات بيجيبوا لنا السمك، والاول مره اشوف الناس بتشتري بالنص كيلو وربع كيلو، بعد ما كان اشوي سمكتين. واحد جاي سوق العبور عشان يشتري سمكتين او 3 بالكيلو ولا نص كيلو. دي كانت صعبه قوي قوي كانت تحصل. الوقت هيعمل ايه؟ فكان الله في عوننا، ونسال الله عز وجل وتدعي كده من قلبك إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فرج ومخرج لهذا الرجل، إن نحسب إن شاء الله عز وجل على خير وصالح، وقدم الكثير لخدمة هذا الدين. صحيح إن إعلامنا ووضعنا وضع يعني كان سبب من الأسباب
في حدوث هذا العقاب الجمعي اللي عايشاه مصر. احنا في نعمة يا اخوانا بالرغم من كده، بس انا بقول لك الخلق اللي حاسسها الناس لان حاسس بهم. الطبقة المتوسطة بقت تحت الفقر الآن. ما اقدرش اقول اكتر من كده، واللي يحصل يحصل. انا ناصح، بنحب بلدنا بإخلاص، واي واحد فاهم عقيدته كويس هيقول الكلام ده. أسئلة تانية كده عشان هم إخوة بيتكلموا بأشياء فأشكر كده أو حاجات زي كده. حسن بابكر موسى من السودان: هل هم الناس أكل وشرب أم دين، وأن الابتلاء بالشر والخير؟ الله يجزيك خير. بتقول وزيرة التضامن الاجتماعي: تم صرف معاش الأطفال اليتامى كل طفل 50 جنيه كحد أقصى، 3 أطفال بأسرة 1050 جنيه. هم طبعا مش هيسكتوا. أنا عارف والله إن هم دلوقتي، أنا والله العظيم بقول لكم أنا عندي إحساس إن الرئيس ما بينامش علشان خاطر شغله اللي هو معتاد عليه، لا، بسبب الحالة اللي بيعاني من المصريين. أنا عندي إحساس بكده. الراجل دلوقتي مش يعني أي واحد في مكانه كده بيحب بلده وعنده إخلاص هتلاقيه قاعد تعبان بيدور على حلول إزاي. وأنا مش هقترح حلول، حتى لو اقترحت حلول يبقى المفترض تقترح في السر مش في العلن. المهم خلينا في موضوعنا علشان ما نخرجش عنه. وانتوا طبعا كل الوقت الكل هيفتح ويقول لي بقى الأسئلة بدأت تتوالى خد يا عم اتصال. الأستاذ حسن من الشرقية، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا. الله يفتح عليك، والله انا مبسوط منك ان انت بتهدي الامور مع الشعب. يا أستاذ حسن أنا بقول اللي يرضي ربنا. والله العظيم انا بقعد في كل مكان، كل ما يقول السيسي بغلي الحاجه قلت لهم والله هو مظلوم، وانا راجل كنت بشتغل في المعمار وقعدت وكنت زعلت منه، بس هو مظلوم وراجل محترم. وان هو والله بص قناة البصيرة على ما الثلاث قنوات بتوع الوطن دول بحاربوا عشان مش هنتدين في الدولة، قناة البصيرة بتدافع ولوجه الله والله. وانا بتصل بك عشان اشكرك عشان انت بتهدي الناس فعلا، الناس بتهدى فعلا. وفي ناس بتقول احنا الحمد لله احسن من غيرنا، وفي ناس بتقول احنا لاقيين الاكل حتى لو غالي، وفي ناس بتقول غيرنا مش لاقي وبتفتح في الجبال، والراجل ده ربنا يعينه الصراحة يا شيخ. الله يبارك من اول. لكن انت اللي انت بتقول ده اهو بلا وجه الله والله، وربنا يديم قناة البصيرة يا دكتور محمود يا محترم. الله يحفظك استاذ حسن ويبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك. انا بقول لكم اخوانا هي فترة هتعدي ان شاء الله عز وجل، بس اول حاجة اتق الله في بلدك، اطع ربك في بلدك، لا تسب ولا تشتم ولا تلعن. ان كل واحد تقابل الناس. انا بكره يا اخي والله. النهارده بكلم احد الاخوات في السن بناتنا يعني، بتقول لي شوف انا كنت بحبه، كنت وقفت معاه ونزلت علشان السيسي، لكن انا بقول لك انا بكرهه. هتعمل فيها ايه؟ قلت لها والله بس انت لحظه كده شويه كده دلوقتي نتكلم مع بعض. بتكرهيه علشان الحالة اللي انت فيها في المصاريف. مش عارف اتصرف ازاي، البيت ووضعنا مش عارف ايه وبتاع بقى. كنا متوسطين دلوقتي تحت خط الفقر، ناقص بس ننزل نشحت في الشارع. ده جزائنا ان احنا وقفنا معاه وعملنا ما اعرفش ايه وكده. لا، اتقي الله عز وجل فيه وادعي له بدل ما تدعي عليه، بدل ما تبقى انت متضايقه. لو واحد في مكان، طب ما في بلاد تانية فيها وفيها وقعدت اتكلم معاها يعني على اساس ان يعني اخد بخاطرها واتكلم. لكن انا حاسس والله الناس يعني بقى الراجل يعمل كل الاعمال دي لخاطر بلده، وفي النهاية يطلع الناس عشان لقمة العيش او عشان في غلاء الكل يقول انا بكرهه. طب ده ليه كده؟ يعني زي ما هو عمل حاجات كويسة وعشنا ايام طيبة في حاجات كتير، ما اسمعش كلام الخوارج اللي قاعدين عايزين ينزلوا يفسدوا البلد. ما تخلينا واقعيين يا اخوانا. احنا ندعي ربنا نقول يا رب ارزقه البطانة الصالحة، اللهم اجعل فرجا ومخرجا لنا وله ولمصر. يبقى انت بتتكلم كلام صح شرعي، هو ده تقوى الله. اصبر
التزم بشرع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق مش السيسي. فتعلق بالله عز وجل. وكنت احنا متضايقين، ما انا بقول لك انا متضايق والله العظيم. لو واحد مكاني ما يتحمل القناة دي تتقفل خلاص، بدل ما يجي الضغط. ما احنا الوقت بيقرب، كل يوم يا اخوانا مبلغ كبير عشان توفر هذا الوقت كبير. مين اللي بيساعدك؟ ما فيش حد واقف معانا غير ربنا سبحانه وتعالى والناس الغلابة، الناس اللي عندهم ملايين وبيدفعوا الفلوس بالكوره والكلام العك اللي بيعملوه ده. هو في حد من المسؤولين في السعوديين واقف معاك او حتى من رجال الاعمال؟ عشان احنا واقفين ضد الاخوان بس، واقفين ضد السروريه. المشايخ اللي معاها فلوس، انا عارف ان في مشايخ من المشاهير تفتح قناه واتنين، عمره ما واحد منهم فكر انه يقف معانا ولا يدعمنا لله لاجل استمرار مثل هذه القناه. لا. طب انت تعمل ايه بقى؟ فمن ناحيه الخلق احنا مخنوقين ومسؤوليه قدام رب العالمين هنتحملها. اذا ربنا قدر ان تستمر يبقى خير وبركه، هيبعت رزقه. اي واحد هيجي هيسد الايجار، انا مؤمن بكده. قبل ما تنتهي المده في الموعد ان شاء الله عز وجل تكون مسدود. ان ما كانش خلاص احنا عملنا اللي علينا، وربنا سبحانه وتعالى ما قدرش انها تستمر. هنعمل لكم ايه؟ يلا افتحوا انتوا قنوات فسق وفجور وفلوس بلد بتروح وقنوات عك في عك، وربنا سبحانه وتعالى ايه يستر علينا جميعا. خليني ارجع لموضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه. تأجل الاتصالات ولا ايه بالظبط يا عم؟ اجلها شويه، ناخد شويه. مسألة تلخيص وصياغة مادة، أنا هعرض لكم الكلام ده بالتفصيل عشان انتوا تفهموا الرسالة إيه، والسعوديين يفهموها والخليجيين يفهموها. أنت لما تدخل على موقع من المواقع اللي معروف باتجاهها الصحيح على نفس اتجاهنا كده، زي موقع دروس الإمارات. دروس الإمارات، لو واحد دخل دروس الإمارات وقعد يسمع في الشروحات اللي موجودة شوية الكلام الصغيرين اللي أنا قلتهم بتوع الإمام الطحاوي في بيان العقيدة اللي هم دول أهو، شرح العقيدة الطحاوية. وكما كان بصفته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. ابن أبي العز الحنفي اللي هو شرح الكلام ده، هو شرح العقيدة الطحاوية اللي هو كتاب مقرر على الطلبة في السعودية وفي كل الجامعات الخليجية تقريبا، أقول السعودية بالذات، يعني السعودية الثقة للإسلام اللي بالنسبة العقيدة الصحيحة وكده. ابن أبي العز الحنفي قاعد يشرح فيها كمية كبيرة قوي قوي. يعني لو حتى أجيب مثلا له معنى ربوبية ولا مربوب وأشوف هو اسمه عبد المحسن التركي والجماعة اللي معاه شعيب الأرناؤوط لما شرحوها، خلينا أجيب لكم الإيه أهو. أنتوا عارفين كم صفحة؟ اعرض يا أبو زيد، اعرض الكلام ده، أنا بدور أهو. كم صفحة؟ 132 صفحة في ال7 سطور اللي حصلوا دول. ده اللي كتبه ابن أبي العز الحنفي وهم بيعلقوا عليه في الايه؟ في الشرح. ابن أبي العز الحنفي عمل ايه؟ راح خد خلاصة من اللي موجود عند ابن تيمية وابن القيم وأضاف بعض الأشياء من عنده وعملها شرح العقيدة الطحاوية. هذا اللي عمله ابن أبي العز الحنفي. عشان كده طالما ان الشرح اصلا معتمد في الكلام على ابن تيمية وابن القيم، الازهرية ما هماش راضيين يعتمدوا العقيدة الطحاوية. ليه؟ بيكرهوا ابن تيمية. يعني انت كده هتخلي الناس ترجع لابن تيمية، فلو رجعوا عشان يقرأوا في كلام ابن تيمية وتوسعوا فيه
هيعرفوا ان العقيدة اللي عليها الازهر صوفية الزنادقة بتاع الحلول والاتحاد وحدة الوجود خربانة. هيعرفوا ان العقيدة اللي عندهم عقيدة جهمية مش عقيدة اشعرية. ابو الحسن الاشعري ما كانش كده، اخد بالك ازاي. هيعرفوا مخالفات ملاش اول ولا اخر بتحصل في الازهر، فرفضوه وقاموا حاطين مكانها جوهرة التوحيد للولاد في الثانوي. وبعد كده المذاهب الاشعرية بقى حتى هم عملوا ايه يعني من خبث بعض الاشعرية، انا اضحكوا بس عملوا حاجة غريبة قوي. هي ايه؟ قاموا جايين على العقيدة الطحاوية بتاع الطحاوي وقاموا شارحين العقيدة الطحاوية بس حاطين البيجورية او حاطين العقيدة اللي هي الكلامية الجهمية على ان ده شرح الطحاوي. اهو انتوا عارفين كم كتاب؟ والله ما هتصدقوا. انا اجيب لكم الامثله اهي. اشعري شرح عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي تأليف أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي أهو. فجي أشعري شرح العقيدة الطحاوية وقام حاطط تحت منها الصفات السلبية بتاع الأشعرية وبدأ يدلس على الإمام الطحاوي. كتاب اهو قدامي 157 صفحة، خدوا كتاب تاني اهو. كبروا اعرض شرح العقيدة الطحاوية تأليف العلامة الشيخ محمد بن محمد البابرتي، هو نفس الكتاب بس تحقيق تاني 786 أشعرية. جم هم هنا بقى عملوا ايه؟ قاموا جايبين العقائد الجهمية وحطوها تحت كلام الأشعري على ان ده شرح الأشعري اهو. لو انا جيت ادرس لكم بقى هو قاعد بيشرح الكلام ده مش كلام الأشعري ابدا خالص، مش كلام الطحاوي، لا الراجل حط كلام ابو منصور الماتريدي وكلام الغزالي والجويني والشهرستاني والناس دول على ان ده كلام الطحاوي، فزور العقيدة. خد ده مش كده بقول لك اكتر من كم مرجع اهو ملف كده. لو انت كتبت شرح العقيدة الطحاوية عندك خد امثلة. انا منزل التعليقات السنية اهي خد واحد أشعري التعليقات السنية على متن العقيدة الطحاوية تأليف راجل العفو والغفران أحمد جابر جبران المدرس بدار العلوم الدينية بمكة المكرمة أهو. الكتاب ده أصلا عبارة عن كتاب عقيدته ملاش علاقة بعقيدة الطحاوي ولا الإمام الطحاوي، وقام حاطط تحت منها كلامه هو اللي بيدرس في الأزهر. وده من التزييف ده كتير بقى، أنا بقول لك كتير، اخد بالك إزاي يجيبوا الكلام ويحاولوا ان هم يدخلوا عقيدتهم باسم شرح العقيدة الطحاوية. ليه؟ لأنهم عارفين ان شرح العقيدة الطحاوية من الكتب اللي اشتهرت جدا، مع ان الراجل مصري. لو الطلبة درسوا العقيدة الطحاوية من غير شرح كافية في ان تضبط عقيدته. فاللي بيحصل في السعودية، انا بتكلم على السعودية ليه؟ لان السعودية هي اصفى منهجا وانقى من جهة الصدق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعبرة عن الائمة الاربعة في عقيدتهم وعن علماء الحديث وعن عقيدة خير القرون الصحابة والتابعين اللي عقيدتهم مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. دي الميزة اللي مخلية ما يقدمه علماء المملكة العربية السعودية أسبق من أي علم تاني. ليه؟ وعشان كده تلاقي الموثوقية فيهم عالية.
انما لو واحد طلع مثلا على نظام الفتوى بتاع الدكتور شوقي اللي موجود عندنا في الفتوى، لا الفتوى عندهم لعب كورة، مش الفتوى بتاعتهم على حسب انت عايز ايه، اخد بالك ازاي؟ عيد الحب زي الفل، تقرا عيد الحب، عيد ميلاد الرب يسوع، هو ماله اهني كده، هتلاقي كل حاجة زي ما انت عايز، ويقول لك دي الوسطية، وعايز يعني احنا مكتوبين على قفانا ولا ايه؟ اخد بالك ازاي؟ هل الشعب المصري مكتوب على قفاه عشان انت مفتي؟ ولا علي جمعة هوب يمين هوب شمال، وسيد ابن عرب وسيد ابن الفارض، الناس مختومة على قفاها كده، تفكرين ايه يعني الناس ما بتفهمش؟ وانتوا قاعدين تتقربوا الى الماسونية واليهود وتلموا معاكم واحد زي ابن الجفري، الكناسة بتاع اليمن في العقيدة جايبينها تعملوها في ماسك مشروع طابة ويلف في جامعات الأزهر، كأن الأزهر ده والجامعات المصرية بقت مرتع لمثل هذا الشخص اللي يقول لك نعم ايه نعم انا بحب اليهود. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجع بقى، خلينا في المسألة دلوقتي علشان ما نركز كلامنا ونبين الحقيقة اللي بنتكلم عنها يعني. أما أجي أشرح العقيدة الطحوية أكثر من 120 صفحة في 10-15 سطر. طيب أنا بشرح شرح العقيدة الطحوية المقرر، شرح العقيدة الطحوية، فالألفاظ اللي جابها ابن أبي العز الحنفي من ابن تيمية أو من ابن القيم والمصطلحات بتاعتهم، الأستاذ اللي بيشرح نفسه مش عارف يشرحها. يعني مثلا قضية التسلسل اللي اتكلم عنها ابن أبي العز الحنفي، والله أنا درستها على إيد 5 من الأساتذة أيام ما كنت طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الأستاذ نفسه لا عارف الفرق بين قياس التمثيل ولا قياس الشمول ولا قياس الأولى. الكلام ده أنا عرفته بناء على دراستي الخاصة، في قراءتي الخاصة في كلام ابن تيمية، عشان التقط كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، وأقول كان المفروض المعلومة تصاغ بالشكل ده. لو صيغت بالشكل ده الطلبة، ما فيش واحد دلوقتي درس عندنا إلا هو فاهم فرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى وإيه اللي يجوز وإيه اللي لا يجوز. الكلام ده ما تعرفش تاخده كده من الكلام ابن تيمية، ما تعرفش تاخده كده من تيمية كده خلاصة كده في 5 دقايق أو 10 دقايق تقدر تشرحها ويستوعبها الطالب، تتوه. فبقول يعني يا جماعة فهمونا، فولا بقول لك ايه، اسكت يا ابني، الحتة دي حذفها من المقرر، مش جاي لك فيها أسئلة، وحذفوها من الطحاوية. كلام لابن أبي العز، أنا لو قعدت أشرح في كده هشرح يجي 20-30 سنة، في حين إن اللي هيدخل في ذهن الطالب من المعلومات المبعثرة من هنا ومن هنا ونطفة من هنا ونطفة من هنا علشان يجمع صورة كويسة هيقعد 20 سنة. طب ليه أنا ما أعملوش حاجة 20 سنة دول أختصرهم في سنة ويبقى فاهم كل كتب العقائد لو قرأها؟ دي كانت المعادلة الصعبة، معادلة صعبة فعلا. أنا بقول لك شرح العقيدة الطحوية، يعني أنت بتعترض على شرح العقيدة الطحوية وبيزمني في العقيدة الطحوية؟ يا غبي أنت وهو، زي اللي قاعدين يقول لك ده بيتكلم على كتاب التوحيد ما ينفعش يا غبي أنت وهو، افهموا. هتفضلوا أغبياء كده برضه، شوية صعافقة ماشيين ورا المشايخ بغباء ونقولوا صورة غبية. أخد بالك إزاي؟ الشيخ بيتكلم على الشيخ محمد عبد الوهاب وعلى كتاب التوحيد، ده بيقول كتاب التوحيد ما ينفعش كده على إطلاقه كده. طب اقعد اشرح فيه 20 سنة. العقيدة الطحاوية أنا بتكلم اهو، أنا درستها ودرستها. ينفع بالوضع الحالي ده اللي بيدرس في الجامعات السعودية أن يطلع طالب ناضج ويقدر يتصدى في كل الاتجاهات ويحمي بلده ويحمي دينه وعقيدته؟ يبقى قبلوني، هتفضل على كده.
فكنت اقعد مع رئيس القسم اقول له يا عم الحكايه محتاجه تغيير، ما ينفعش كده. هو مش قادر يتصور، مش قادر يتصور. والله ما قدمت استقالتي من جامعة الملك خالد إلا لهذا، لأن أنا يعني في العمل الجامعي أستاذ الجامعة بيرى وظيفته كأستاذ جامعة حاجة عالية قوي. ليه؟ مرتب كويس، وكل ما بيتأخر في الترقية العلاوة بتزيد والمرتب بيزيد، وكنت تبقى أستاذ دكتور وتاخد قد كده ما اعرفش. وبعدين حاصلة الكلام ده ايه؟ اضافتك ايه للأمة الإسلامية؟ ايه اللي انت هتضيفه؟ ولا انت خلصت الدكتوراه؟ يعني كان واحد يقول لي يا اخي ما تتهدي يا اخي. دكتور اقول لكم على اسمه، السيد عبد العزيز، من تلامذة على الجمعة. سيد عبد العزيز ده دكتور كان زميلي، وكان من احب الناس لانه اسلوبه حلو وكويس. فكل ما اروح يلاقيني قاعد اشتغل، كان في بحث الاسماء ليل ونهار ليل ونهار. ما تيجي يلا نخرج ناخد العيال نفسحها، معلش انا مشغول في حاجه كده معلش، واتهرب منه يعني. والجماعه طبعا التانيين بتوع الاخوان لهم لقاءات اسريه ومش عارف ايه، لقاءات الاسره يعني، ولقاءات يلموا المشايخ فيها وبتاع، فعايزين يجوني باي صور، وانا اقول لهم لا معلش فاضي. انا قاعد ليل ونهار قاعد شغال في دراسه الاسماء الحسنى، كتابين دوم. فالمهم بقى ايه؟ قال انت بتعمل ايه؟ ما تتهدي يا جدع انت مش خلصت الدكتوراه؟ ايوه خلصت الدكتوراه. اقعد بقى روق، كفايه العذاب اللي شفناه، كفايه القرف اللي شفناه. قلت له قرف؟ قرف ايه؟ انت راجل داعي وبتاع امانه علميه هتؤدى للناس وربنا هيسالك عنها. قول له ما انا بدرس لهم اهو، هعمل لهم ايه يعني اكتر من كده؟ كتاب بيتكرر كل يوم، والمحاضره هنا والمحاضره هنا، وبيقولوا ويعيدوا واللي يقولوا ويعيدوا في الفصل ده والفصل ده والفصل ده والفصل ده، واللي بيقولوا هنا 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 وخلاص بس، وهو يوم متقبض وخد مرتبه. فيروح بقى خميس مشيط من ابها الخميس مشيط في المحلات الكبيره اللي هناك، يجيب بطاطين وحاجات وهدايا لفلان وهدايا لفلان وهدايا لفلان هم مش شايفيني حتى وانا قاعد في المكتب قاعد بشتغل. والله يا اخوانا الواحد بيفتكر ايام. في دكتور اللي كان ماسك العميد بعد العميد اللي انا تعاقدت معاه ورحت جامعه الملك خالد، اسمه موسى فقيه. موسى فقيه ده نجيب لكم شكله، الدكتور موسى فقيه. الراجل ده لما شاف كتاب الاسماء الحسنى قال لي انت عملت ده امتى؟ وزعلان. قلت له عملت ده امتى يعني؟ قال لي انت جاي هنا تشتغل، ده بحث كبير. قلت له ايه المشكله في كده اهو؟ ايه المشكله في كده يا دكتور موسى؟ اهو شكله اهو اللي في النص الاسمر ده. حتى ان كان بعض السعوديين يقولوا لي ايه، يقول لي يا عم جابوا واحد هو تبع الاخوان، يقولوا جابوا واحد اصلا كان من الاصل عبيد عندنا والملك عبد العزيز اعتقهم، مسكوه عميد كليه، لان هناك العصبيه بتاع القبليه موجوده يعني. فالدكتور موسى فقيه ده اللي انتم شايفين الصوره بتاعته ده، بعد دراسه الاسماء وجريده الاهرام كتبت عنها وكده يعني، فلقيته بيقول لي ايه انت دول عملتهم امتى؟ قلت له عملتهم على مدار 4 أو 5 سنين قاعد شغال فيهم يعني وانا قاعد فاضي يعني. قال لي لا مش من حقك. قلت له مش من حقي؟ مش من حقي ازاي يعني؟ قال لي ما ده هيأثر على تحضيرك وحاجاتك علشان خاطر تأدي للطلبة. قلت حد اشتكى لك؟ يعني الطلبة بيجوا عايزين الدكتور محمود قولي ده بدري يعني، لا بدري عشان حد قال لك؟ والله يا اخوانا زي ما بيقولوا كده، حد من الطلبة اشتكى لك وقال لك انني ما بأديش شغلي افضل من الاخرين؟ والطلبة جايبين لك شكاوي بيطالبوا بان انا دارس لهم المادة والباقيين مش عايزينهم السعوديين بتوعكم؟ ولا ده حق الجامعة مش حقك؟ حق الجامعة عشان انا الفت، ده المفترض تفتخر ان واحد استاذ عندك في الجامعة عمل الدراسة دي. والله نظرة الحقد، وعلى فكرة الراجل ده عنده يعني حسد وحقد. الحسد والحقد حسيته مش حسيته، أثر فيه يعني. الحادثة اللي حصلت وحصل فيها حرق وبتر الأصابع وحرق العيالي
الراجل ده قبل ما امشي نشل واحد عين يكفيكوا الشر اللي اسمه موسى فقيه ده. عشان ايه؟ عشان عملت لهم برنامج يقسم الجدول بتاع الاساتذه من غير ما يشكلوا، لانه كانوا بيعملوه يدوي فيقعدوا فتره طويله شهرين ثلاثه عشان يحققوا رغبه كل استاذ. فانا عملت برنامج على الاكسس بتاع برنامج كده يقسم التقسيم على حسب رغبات الناس، فيقوم مطلع الجدول في ثواني ومطلعه. فاديت له الجدول، قال انت شغال ايه؟ انت بتاع شريعه بتاع عقيده ولا بتاع استاذ كمبيوتر؟ قلت له يا عم خد الجداول انا رايح عمره الله اعلم ممكن يحصل لي حاجه. قال لا مش هيحصل لك حاجه. والله كده دي اخر كلمه قالها الراجل دي. قال لي مش هيحصل لك حاجه. وانا راجع في المخواه في الطريق بين مكه وابها حصلت حادثه كله كان بيقول لنا وهو السعوديين يبصوا يقولوا اشهد ولا لا اله الا محمد رسول الله. قولوا لام عبده قولوا طلعوني يا جماعه العربيه دخلت في رجلها الباب دخل في رجلها وكسرها خالص وكل عيل اتكسر وعبده رجله اتكسرت وبنت الايمان دماغها دراعها اتكسر والثانيه اتفلق دماغها من هنا وبقت حكايه وانا اتحرقت. الراجل ده المهم بيقول ايه انت عملت الكتاب ده ليه؟ مش من حقك، مش من حق انا الف كتاب ينفع المسلمين. انا قصرت في التدريس في حاجه من بعد قلت والله ما اقعد عندكم، ما اقعدش عندكم ابدا. قمت مقدم استقالتي. رئيس القسم عندنا ده يتحايل على الواحد يقول انت عايز تروح ليه؟ احنا قصرنا معاك في حاجه؟ لا يا عم مش عايز اقعد عندكم. يا دكتور زمايلك الازهريه بعد ما بتنتهي الاعاره بتاعتهم بييجوا يبوسوا ايدينا عشان نقعدهم عندنا. قلت له لو جيت ابوس ايدك بعد كده ابقى توفوا في وشي. يلا يا اخي بلاش قرف. قمت مقدم الايه الاستقاله. فكتبوا فيها تقرير زي الطين. اسمه موسى فقيه ده. موسى فقيه ده يستكثر علينا ان احنا نعمل دراسه تنفع المسلمين، انما لو قاعدين بقى نجري ونلعب ونعمل لف ونلف ونلف ده حلو قوي على قلبه. انا ما اعرفش كان حي ولا ميت دلوقتي، لان هو دلوقتي كان الصوره دي كانوا بيحتفل بابنه تقريبا دكتور ولا حاجه، مع اني والله ساعدته في ابحاث الترقيه بتاعته والابحاث الترقيه بتاعته عندي والطلب اللي اتقدم عشان يترقى بيه عندي نسخه منه. لكن هو كده هم مفكرين ان هم بيشترونا بالفلوس اللي بيدوها لنا. يعني انت رايح عبد عندهم، رايح عبد عندهم يمسك جوازاتك وما رضاش يديها لك، ولكن لما يجي اليوم طب يا جماعه احنا خلصنا امتحانات، طب ما قاعدين ليه ما تروحونا؟ يقول لك لا الاجازه بادئه من كده وده حقك تقعد هنا وخلاص. حقنا تقعد هنا من غير ما تسافر. طب ما اروح اشوف عيال عشان اجي بدري وابقى مستراح نفسيا. لا هو كده والله كانوا بيتحكموا فينا كاننا كالكلاب. يقول لك حقنا يا اخي دي مش ما فيش تعامل بالطريقه دي. والاساتذه كلهم سامعين المصريين وعارفين. يا دكتور محمود عديها عشان خاطر يا عم الحاج الله يصلح حالك وما هيعملوا فينا ايه يعني اخيرا تروح. طب انا ماليش جامعه ها خلي بالك بقى. يعني انا رايح الجامعه بتاعتي هي جامعه الملك خالد والترقيه بتاعتي على حسب القانون في جامعه الملك خالد وترقيت في جامعه الملك خالد كليه الشريعه واصول الدين. مانيش جاي من كليه رايح عندهم لا. الدكتور اللي قبله كان اسمه ايه والله يا ريت ام عبد الرزاق تفتكره اللي هو العميد اللي قبله قبل موسى فقيه ده. والراجل ده اصيب بعين برضه واغلب ظن كان من موسى فقيه ده. المهم اللي حصل ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما انا كنت بقول فيه ما بين عليها هو الراجل اتصاب قبله اللي قبل اتصاب عندي بقى كنت بتكلم تعرف تجيبها يعني اتكلم تقريبا عن سبب تقديم الاستقالة يعني. انا ما كانش ليا جامعة. انا جاي من دعوة كنت بشتغل
في معاهد إعداد الدعاء بدرس، وخبرة التدريس عالية، نفعتني جامد يعني، لأن 35 معهد لإعداد الدعاء درست فيهم داخل جمهورية مصر العربية. فأنا علشان أسيب الجامعة وأقدم استقالتي منها وأنا رايح مانيش عارف هقدم في جامعة تانية ولا لأ، جو يبصوا عليا إن أنا مجنون. الإخوان هناك يقولوا أنت مجنون، أنتوا مالكم يا جماعة؟ إيه اللي مزعلكم؟ طب إيه اللي يخليني أسيب جامعة الملك خالد وأنا باخد مرتب يتجاوز الآن ال60 أو ال70، الوقت ده يعدي 100,000 جنيه في الشهر، بأسعار النهاردة 100,000 جنيه وزيادة كمان. ايه اللي يخليني اسيب ده واروح الى المجهول زي ما بيقولوا؟ انا كان كل اللي في دماغي والفكرة اللي سيطرت على ذهني لازم حل يقدم للأمة الإسلامية مكان الوضع اللي بيدرس في السعودية وفي الجامعات التانية، لقمة سائغة جميلة يدرسها الطالب من غير مشاكل، بحيث يقعد قدام منه 6 شهور، سنة، سنتين، ويبقى أستاذ على أعلى مستوى في التخصص، ويعرف يحمي بلده ويحمي أمته ويخاف ربه، ويبقى أستاذ على معنى الكلمة. أنا هضرب لكم مثل، فكرة الأكاديمية اللي بتكلم عنها والحاجات دي مقرر من المقررات، بس أنا بتكلم على دول بس ليه؟ لأن دول اتعملوا مخصوص عشان الموضوع ده. لما بدأنا دار العقيدة المصرية قبل الثورات والتحق بالدار ديت على النت دراسة، بس هو هياخد المحاضرات نديها له في اسطوانة يفرغها، يجي لنا بالتفريغ، يدخل الاختبار كان أول نظام ندخله احنا، لا مصر دخلته ولا السعودية دخلته ولا حد دخل، اللي هو نظام أنا عشان امتحن واحد أقيس قدرة استيعابه فحط له 100 سؤال وكل سؤال 4 إجابات. ده نظام الاختبارات عندنا، إن عرف يعدي منه بنسبة 90%، بنسبة 80% يبقى ناجح، لأن النجاح من 80 عندنا من 80. اللي هيفرغ كلمة كلمة هيجاوب 100. فالمهم القواعد بقى، اللي عايز يجي يدرس، وانا ضربتك على ايدك عشان تدرس، انت حر. وبيكتب اقرار على نفسه انه جاي يدرس، والتكلفة تكاد تكون صفر، يا دوب ثمن الكتب دي بس. عدد كبير قبل الثورات. اللي حس بالكلام ده مين؟ ياسر برهامي، محمد حسان، الجماعة اللي كانوا في الساحة. كانوا قالوا الراجل ده لو سبناه الراجل ده هيقول لنا يلا مع السلامة نمشوا من هنا. أنا بقول لكم التجربة نجحت؟ نجحت. أنا هضرب لكم مثل واحد بس، اللي درس ال4 دورات دول. بصوا كده، مش لراجل، بنت كانت في كلية الطب، وفي كلية الطب وكمان بتدرس، بس ما شاء الله ذكية جدا جدا، درست الدورات ال4 واختبرت فيه وجابت 100%، ما راحش منها تقريبا درجات خالص يعني. احنا عندنا اختبار شفوي وتحريري، ده الكلام ده ايام دار العقيدة. الامور اختلفت دلوقتي، تطورت بقى وبقى حاجة يعني على مستوى جامعي ان شاء الله يغطي كل الجامعات اللي موجودة. فهي درست الدورات ال4 دول، ادي الشهادة بتاعتها منحتها اهي. كان الكلام ده كان كام؟ 6/5/2012. الإجازة دي معناها إيه؟ مكتوب فيها كده اهو، معلش أنا هقراها بقى. ودي أولا كده خدت حقها، يعني كده بقراية الموضوع ده هوت شهادة تزكية، الله أعلم هي أطورها إيه دلوقتي، وأسأل الله عز وجل يبارك فيها. وإن كانت متجوزة ربنا يبارك في زوجها، وأنا كانت ساعتها كانت مكتوب كتابة أو حاجة زي كده يعني، كان زوجها يجي معاها ويروح معاها علشان تحضر الاختبارات. وأنا واثق إن هي فهم العقيدة فهم لا قربت من ده ولا شفتها من بعد ما خدت الشهادة دي، ولا أعرف عنها حاجة. لكن هي لو قدمت عندنا في دار العقيدة المصرية للماجستير هنقبلها على طول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإجازة العالية، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن عميد دار العقيدة المصرية يشهد أن سميحة أحمد عبد الوهاب صاوي، مولودة في قرية القبابات عام 1988، مركز أطفيح، محافظة الجيزة، مصر، قد أتمت الدراسة العالية في دار العقيدة المصرية ونجحت في الامتحان النهائي لبرامج الدورات العلمية الجامعية المقررة فيه دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة بتقدير امتياز بتفوق، لأن الترتيب في الدرجات العلمية عندنا غير بالجامعات. الجامعات هناك هكس، تحكوا على الناس كده خالص، عشان كده بتطلعوا عاهات. إنما اللي يدرس هنا لا. انتوا عارفين دي عملت ايه؟ احنا شرطنا عشان الطالب ينجح ويبقى متخصص من غير ما يحتاج جامعة من الجامعات ولا الكلام ده كله. في العقيدة بس، أنا بتكلم في جانب العقيدة لأن الجوانب التانية مطلوبة طبعا. إن هو يفرغ كل كلمة بتتقال. بس حتى لو أنا بضحك، حتى لو أنا بقول أي حاجة أو نكتة، أنا عايز النكتة تبقى موجودة. إحنا هنا غرض، لأن الموضوع معمول بحسابات دقيقة جدا جدا، عشان أعرف الحالة النفسية وهو بيتلقى من خلال الكتابة نفع ولا ما نفعش. فبعض الناس يقول لك طب أنا عشان أعمل أنا الشيخ فلان هعمل لي أكاديمية زي أكاديمية، مع إنه أكاديمية زاد وأكاديمية ما أعرفش، بس الكلام ده كله فاشل. فشل وسببه إيه؟ إن نظام الدراسة ما خدوش من متخصص على مستوى إعداد مناهج. انت ازاي تشكل اللي قدامك دي بحيث يدرس الدراسة اللي هي تؤدي الى ان هو تنقل له المعلومة بفهم دقيق جدا جدا وبالتلقي على نفس الوضع القديم في انه قاعد بيكتب قدام الشيخ، ويكون المادة المساقة سهلة الفهم والاستيعاب بنسبة 100%. دي معادلة ما هي سهلة، معادلة قعدنا 6 سنوات واحنا بنسجل فيها بس تسجيل، وإذا كانت مش متسجلة كويس يبقى تتعاد مرة تانية بحيث تتظبط وتتألف. ولو عنده مرجعية هيقرأ. طب هل هو الطالب هيدرس 8 مجلدات دول يا دكتور؟ لا، هو خد المادة مسموعة ومرئية. لو حب ان هو يرجع، انت خد بالك ازاي للمادة، فعايز يقول له دور في الكتب، فيروح يدور في الكتب. هيدور في ايه؟ فلو بحث في الكتب دماغه فيها ايه ساعتها؟ هيجيب المرجع ده والمرجع ده والمرجع ده والمرجع ده. انا بحثت مكانه وادت له المراجع وادت له الكتاب وادت له البحث. بقى عنده خبرة وآلية البحث من خلال كل محاضرة. يعني مثلا لما تشوف مثلا، خلينا اضرب لك مثلا في اصول العقيدة ده المجلد الاول، الفصل الاول عبارة عن بحث بيتكلم فيه عن تعريف العقل والنقل والكلام ده كله، وبيتكلم فيه عن مدارك اليقين والحاجات كتير كتير جدا كده. فالطالب لو حب يعرف الكلام ده هو اللي هي اساس او يدور في مراجع فهيتوه. هو طالب لسه طري، فانا اديت له الاماكن اللي يبحث فيها واشرت له اشارات. فالطالب هيدرس ويحتفظ بالمادة العلمية. لو حب ان هو يشرحها فقدام منه المادة جاهزة ومعمولة بشكل احترافي. لو هو بقى حب ان هو يتوسع وياخد في الماجستير، لا ده باب تاني بقى، هياخد ماجستير ودكتوراه وشغل تاني. ولو حب يتمشيخ كذب وزور من ورانا، هيعمل زي عماد كده، فهيروح يقول انا هديكم من المراجع ومن بتاع كده، يشير لكل مراجع الدنيا من غير ما يقرأ ولا كلمة فيها، ويروح يسرق ده من غير ما ينسب كلمة واحدة لنا ولا كلمة واحدة من ال8 مجلدات دول. ده اللي عمله عماد رفعت بصورة فجة، والحمد لله اننا مسكناه كمثال في ال30 المحاضرة اللي هتسمعوها ان شاء الله عز وجل، او هنعلق على المواطن اللي هو عك فيها يعني، وسبب العك ايه كنموذج يعني، عشان تعرفوا ان الامور العلم ما بتاخدش كده. احنا بنحط منهج يدرس الطالب بدقة وأمانة. أنا ما يهمنيش بقى، أنا مش غرضي إنني أقول هو هيدفع لي كام قصاد تعليمه. ما خالد الجندي عرض عليا إن ياخد الدورات دهيت
وتدرس في أحد الجامعات الخاصة، وتكلفة الدورة قد تصل إلى ما هو أكثر من 5000 جنيه الدورة الواحدة. وهيجي السعوديين وكل الناس من كل مكان عشان في جامعة 6 أكتوبر ولا جامعة معرفش فين الجامعات الخاصة، وهنهبر منها هبر. أنا رفضت، قلت أنا عاملها مجانية للأمة الإسلامية، مش عايز منك حاجة ولا بتاجر فيه. تعرفين خالد الجندي؟ أيوة خالد بتاع الدمس. رفضت لأنه كان عايزها تجارة وعارف أهميتها كويس. الواحد كان ممكن يبقى ملياردير مش مليونير، بس احنا اثرنا ان احنا نخلص لله تبارك وتعالى ونقول العمل لله مش لحاجة تانية. سميحة دي الله يكرمها الدكتورة، اولا دي تزكية. الله بقول بقى الوقت كام؟ هي سنة 2012، النهارده بقى لها كام سنة يا ابني كده؟ دي صورة الشهادة من قدام، من الخلف صورة الشهادة. ولازم اي شهادة تطلع عندنا عشان اخدت هذه الدراسة ال8 مجلدات، كل مجلد اهو واخد رقمه والدورة بتاعته والختم بتاعه، وتمت الاختبارات وكافة الاجراءات اللازمة للحصول على الاجازة. 6/5/2012 الرقم بتاعها 107/800 بتاريخ 15/6/1433. ومن بعدها بعد الثورات ما جت، وبعد ما أفسد علينا حسان هو وجنوده من السرورية عشان يعدموا هذه الدورات وما تلاقيش في مكتب من المكتبات، ما فيش ولا مكتبة من المكتبات هتلاقي عندها الدورات دي. ليه؟ يقول لك يا عم حسان بنكسب من وراه، كتبه كتب المشايخ اللي وراه كتير جيوش، ودي هتجيب لنا فلوس. لو شافوا عندنا الكتاب بتاعك هيشدوا كتبهم من عندنا، ما رضوش ناخد كتبهم هنخسر، وكتبك لسه مش معروف ولا انت معروف. والله يحاربونا في رزقنا حتى في الكتب. ولو واحد اشترى كتاب الاسماء، المشايخ اللي ما عندهمش ضمير، اللي بيقولوا احنا على المنهج وعلى السنة وانصار السنة، يقول لك روح رجعوا ما تشتريش. ليه يا اخي انت عملت كده؟ يعني ده يرضي مين ده؟ ايه انا ما شفت منهم العجب، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم خليني بقى اكلمكم على اثر هذه الدورات. بعد فترة وقبل الثورات كانت انتشرت الدورات لان تسجل فيها 20,000 طالب. كان عدد اللي بيدرسوا معانا قبل الثورة 20,000 طالب، أغلبهم لسه مسجل، اللي خد دورة نص دورة، اللي لسه كمل سنة، يعني درس سنة سنتين كده يعني. فكان اللي بيتخرج من أو بيدرس دورة واحدة أصول العقيدة، اللي خلى الناس تنتبهوا فيها إيه؟ إن هم لما راحوا السعودية، واحد مثلا مسافر السعودية وعايز يشتغل محفظ أو عايز يشتغل في أي مكان وكده يعني، فيختبروه في العقيدة، فيجي يبص يلاقي الولد وهو بيجاوب أو الأخ المسافر عقليته غير انت بتتكلم عن ايه؟ العلاقة بين العقل والنقل، بتتكلم على مسائل في الصفات، في قواعد الاسماء، فيخلي اللي قدام منه يقدمه على غيره، لانه عارف ان دي عقيدة اهل السنة والجماعة، فيتعين قبل غيره. فيجي هنا عندنا يا شيخ هو اشمعنى؟ حطوا هناك تزكية عند كثير من الناس ان اللي يجي واخد دار العقيدة المصرية ودارس الدورات العلمية قدموه لانه عقيدته سليمة. فبدأ الناس تقبل عشان تدرس. الكلام ده كله قبل الثورات لغاية ما حاربنا حزب يعون ملك الحسن وجماعته يعني. المهم عايز اقول لكم بقى ايه، اشتهرت هذه الدورات في وقتها لغاية ما امير قطر اللي هو قبل تميم أبوه فكروا في وزارة الشؤون الأوقاف أو وزارة الشؤون القطرية الدينية إنهم يفتحوا معهد لإعداد الدعاء. اسمعوا القصة دي، جايز تسمعوها لأول مرة يعني. عايزين يعملوا معهد عالمي لإعداد الدعاء، وخصص أمير قطر لها بتاع بئر بترول أو غاز كامل، نفقاته تعود على المعهد. ففي أحد الإخوة
أعرفه أو هو من الناس المعارف، شغال عند الوزير، فقال له شوف لو لفيت في مصر والخليج كلها عشان واحد يديك منهج متكامل لفتح معهد إعداد الدعاة، مش هتلاقي غير واحد اسمه محمود عبد الرازق رضواني موجود في مصر. فالوزير قال هاته، شوف الراجل ده فين يجيبه، يجي ويحط لنا الخطة ويشوف ايه المطلوب يعني. ففوجئت لقيتهم بيتصلوا عليا، وزير الشؤون القطرية عايزك. خير عشان ايه؟ قال لي اللي بيتكلم انه بس على هنستشيرك في بعض الامور الخاصة بفتح معهد عالمي لاعداد الدعاء وكده يعني. فوجئت لقيتهم ايه؟ باعتين لي التذكرة وكل، والتأشيرة كانت بتيجي زمان كانت لازم تروح السفارة لا الكلام ده التأشيرة هتلاقيها في المطار. قطر كانت متطورة قوي يعني. ايه اللي حصل؟ المرة الجاية بقى ان شاء الله نحكي. ان الوقت خلص وحاسس ان المخرج قاعد ناسي نفسه. الحكاية عايزة تتشرح، لان اللي حصل مع وزير الشؤون القطرية كشف لي حاجات كتير جدا جدا انا ما كنتش اعرفها. قطر بتمثل ايه بالنسبة للمشروع بتاع الاخوان؟ ده نشوفه ان شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في كل من نقل هذه المحاضرة إليكم عبر الأقمار الصناعية. جزاك الله خير يا شيخ زيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان رب العرش جل جلاله